اسمع يا صديقي، جاييك بلعبة خطيرة. لعبة كل العرب عم يحكوا عنها. لعبة انتحر بسببها 150 واحد، بكرة يمكن يصيروا مليون. لحق حالك، شوف اللعبة وجرب. لعبة مريم بهذا الفيديو. مرحبا، أنا حسام وحياكم الله بفيديو جديد من قناتنا. بهذا الفيديو رح نحكي عن لعبة مريم، وهي اللعبة شاغلة بال أغلب اليوتيوبر بالوقت الحالي. رح نعطيكم أهم المعلومات الخطيرة عن لعبة مريم، ويمكن إنه هي بتشبه الحوت الأزرق لتسبب بحالات من الانتحار. لعبة مريم هي لعبة انحكى عنها كتير بهالكم يوم عن طريق تويتر، انستغرام وشبكات التواصل الاجتماعي، وتساءل كتير منهم عن حقيقة هي اللعبة وشو الغرض منها، وهل هي لعبة ممتعة. وكتير من الناس نزلوا اللعبة لحد هلأ من خلال اب ستور، لأنه اللعبة ما توفرت لأندرويد حاليا. وشو هي لعبة مريم؟ لعبة مريم هي عبارة عن لعبة بسيطة، قصتها انه في بنت صغيرة اسمها مريم، وهي البنت ضاعت وبدها منك انه تساعدها مشان ترجع على البيت. وبطريق الرجعة على البيت بتسألك مريم كم سؤال، منها في أسئلة خاصة وأسئلة عادية. وبعد هذا الشي تطلب منك اللعبة انه تدخل على غرفة معينة مشان تتعرف على ابوها وامها، وتكمل معك لعبة الأسئلة. وكل سؤال وإله احتمال معين، وكل سؤال مرتبط بأحجية الآخر. وبتوصل لمرحلة بتخبرك فيها مريم انه رح تكمل معك الأسئلة بكرة، ولازم تنتظر مدة 24 ساعة لحتى تحسن تكمل الأسئلة مرة تانية. يعني لعبة بتخليك تنتظر 24 ساعة وبتسألك أسئلة سياسية، يمكن لازم تجربها. وبتخبرك لعبة مريم انه هي مانا الحوت الأزرق، وهذا الشي اجا بعد كتير من التغريدات اللي قالت انه هي بتشبه لعبة الحوت الأزرق. ويبدو انه مطور لعبة مريم دائما عم يضيف أسئلة جديدة مشان اللعبة تصير جديدة وأكتر متعة. تحميل لعبة مريم متوفر حاليا فقط على متجر أبل ستور، هي لسه مو متوفرة للجوجل بلاي، مع انه في كتير مواقع قالت انه اللعبة متوفرة لجوجل بلاي. واللعبة أثارت كتير من الشك والحيرة بالأخص على تويتر، وانتشر كتير من الجدل حول اللعبة، وليش انه بتسألك على خلاف قطر، وأثارت تخوفات بين الموردين. وهنيك مين قال انه من المحتمل تكون لعبة بتتجسس على الملفات الشخصية على الموبايل، ويمكن بتقوم بسرقتها. بس أنا برأيي الخاص هذا الشي مجرد خرافة. وفي كتير ناس قالوا إنه اللعبة بتشبه لعبة الحوت الأزرق اللي طلعت بفرنسا وروسيا من فترة قصيرة. بقول البعض إنه اللعبة تسببت بانتحار 150 مراهق لأنها سيطرت على عقولهم. فلا، أنا برأيي تهدوا اللعبة شوي، لأنه هذا الحكي كلام فاضي. إذا اجينا نحكي مين هو مطور لعبة مريم، فرح نكتشف انه لعبة مريم متوفرة بمتجر أبل ستور، ومطور اللعبة هو شخص اسمه سلمان الحربي، ونشر اللعبة على متجر الأبل ستور يوم 25 يوليو الماضي. ومساحة اللعبة هي 10 ميجا بايت بس. وراجعنا تعليقات المستخدمين اللي قاموا بتجريب اللعبة، ولقينا انه في تعليقات ايجابية وتعليقات سلبية، والبعض قال انه اللعبة يمكن سببها سياسي. تحذيرات خطيرة من لعبة مريم. نشر مغرد على تويتر خبر وقال فيه انه لازم الكل هلأ تمحوا اللعبة وبشكل عاجل، لانه اللعبة فيها ضرر وبتسرق ملفات الموبايل، وصاحب الموبايل يمكن يخترق كل حساباته بهذا الوقت، والله يستر انه يمكن ينتحر، يمكن تدعسه سيارة، يمكن يطلع له الحوت الأزرق، يمكن تجي مريم بالمنام، يمكن يفجر كمبيوتري قبل ما انزل هذا الفيديو. فبشوفكم فيديو جديد. انا حسام، سلام.